الوهم اللي خلى بيل جيتس مليونير. يا جماعة تخيلوا معايا كده، في واحد رابر قاعد يقول إنه لو ساب الراب دلوقتي ممكن يلعب في NBA. طبعا صاحبه قال له لا يا حبيبي مش هتعرف، لكن الرابر مصر لا والله أنا أقدر أعمل أي حاجة. والسؤال هنا، هو ده غباء ولا ده بالظبط اللي خلى ناس زي بيل جيتس وكوينتين تارنتينو يوصلوا؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة جدا، عن الوهم المنتج، أو زي ما بنسميه بالعربي الفصيح الجنان اللي بيوصلك للقمة. القصة الأولى، الحاجز الوهمي. خلونا نرجع سنة 1945. في عداء اسمه جونج ديج جرى الميل في 4 دقايق و1.2 ثانية، وكسر الرقم القياسي وقتها. لكن الناس كانت بتقول في حاجز، مفيش إنسان يقدر يجري الميل في أقل من 4 دقايق. حتى العلماء طلعوا يقولوا القلب هينفجر لو حد حاول يعدي ال4 دقايق. يعني تخيل، العلم نفسه كان واهم، لحد ما جه واحد طالب طب واثق من نفسه زيادة عن اللزوم اسمه روجر بانستر، وقال أنا مش مصدق الكلام ده. وفعلا في 6 مايو سنة 1954 الراجل جرى الميل في أقل من 4 دقايق، وبعدها بشهرين بس 22 شخص تانيين عملوا نفس الحاجة. يعني لمدة 9 سنين محدش قدر، لكن بمجرد ما واحد كسر الوهم الكل بقى يقدر. الخلاصة من القصة دي، المشكلة مش في قدرتك، المشكلة في وهمك إنك مش قادر. القصة التانية، بيل جيتس وماكينة الفلوس. تعالوا نتكلم عن بيل جيتس. الراجل ده ثروته دلوقتي 15.8 مليار دولار. لو خدنا 99% من فلوسه هيفضل معاه 1.3 مليار دولار. يعني 1% بس من فلوس بيل جيتس يساوي أكتر من 500 ضعف اللي الشخص العادي هيكسبه طول حياته. طيب السؤال، إزاي واحد عادي زيه زينا، مش ابن ملك ولا حاجة، يعمل فلوس أكتر من 60 دولة مجتمعين؟ تعالوا نشوف الحكاية من الأول. بيل جيتس كان عنده 12 سنة لما أهله بعتوه مدرسة خاصة اسمها ليك سايد. المدرسة دي جابت حاجة نادرة جدا وقتها اسمها تالي تايب موديل 30، يعني واحد من أوائل الكمبيوترات في العالم. وهناك بيل حب البروجرامينج وبدأ يتعلم كود مع صاحبه بول ألين. طبعا الناس قالت له سيب الكلام الفاضي ده وركز في حاجة حقيقية، وبيل سمع الكلام، راح دخل كلية الحقوق عشان يبقى محامي محترم. لكن الراجل كان بيقضي كل وقت فراغه يقرأ عن الكمبيوتر، لحد ما في ليلة عادية سنة 1975 لقى مقال عن الكمبيوترات وجات له فكرة. وبعدها ب8 شهور بس بيل جيتس وبول ألين قرروا يسيبوا الكلية ويأسسوا شركة اسمها مايكروسوفت. لكن انتبهوا للتفصيلة دي، بيل جيتس كان محظوظ؟ أيوة طبعا، اتولد في عيلة أوكي ماديا، كان عنده أكسس لواحد من أندر الكمبيوترات في العالم. لكن الراجل اشتغل زي المجنون، كان بيشتغل 7 أيام في الأسبوع، 18 ساعة في اليوم. بيل نفسه بيقول أنا ما كنتش بآمن بالويك إند ولا بالأجازات. من سن 20 ل 30 سنة بيل جيتس ما أخدش يوم أجازة واحد. وبرضه أول 5 سنين الشركة كانت بتخسر فلوس. يعني الحظ موجود أيمة، لأن الشغل الجامد كان أهم بكتير. القصة الثالثة، كوينتين تارنتينو و8 سنين فشل. في مخرج عظيم اسمه كوينتين تارنتينو. الراجل ده قضى 8 سنين كاملة وهو بيحاول يعمل أفلام ومفيش حاجة بتنجح خالص. الناس كانت بتقوله يا عم سيب الموضوع ده، واضح إنه مش ليك. لكن تارنتينو كان واهم إنه هينجح لمدة طويلة كفاية، لحد ما الحظ لقاه في المكان الصح. وبعدها كل حاجة اتغيرت بين ليلة وضحاها. ليه؟ لأنه فضل واهم إنه هينجح لمدة طويلة كفاية لحد ما الفرصة جت في المكان الصح. لو كان ساب بعد 5 سنين كان دلوقتي مش موجود. يلا الزبدة يا جماعة، خلونا نلخص الكلام ده في 3 نقاط. 1، الحواجز الوهمية موجودة في دماغك بس، زي ما روجر بانستر كسر حاجز ال4 دقايق، انت عندك حواجز وهمية محتاج تكسرها. 2، الحظ موجود لكن الشغل أهم بكتير. بيل جيتس كان محظوظ، أيوة، لكن لو ما كانش شغال 18 ساعة في اليوم الحظ ما كانش هيفرق معاه. 3، الوهم المنتج هو البقاء لحد ما الحظ يلاقيك.
تارانتينو فضل واهم 8 سنين لحد ما الفرصة جت. لو كان ساب بعد 5 سنين كان دلوقتي مش موجود. والسؤال بقى ليكم يا جماعة، في حاجة في حياتك كنت واهم إنك تقدر تعملها واتضح إنك فعلا قدرت، ولا العكس في حاجة سبتها قبل ما توصل ودلوقتي نادم؟ اكتبولي في الكومنتات تجربتكم الشخصية، وخلي بالك ممكن تكون على بعد شهر واحد بس من إنك توصل، لكن أنت مش عارف. يلا مستني تعليقاتكم.